بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقيم قبل 3 أيام في يوم 28 و29 مؤتمر بعنوان الاجتهاد الفقهي المعاصر، الضوابط والمنهجية والآثار، في فندق جونن برعاية كريمة من الرابطة العالمية للفقهاء ورابطة علماء إريتريا. هذا المؤتمر ناقش 57 بحثا علميا في تطوير الفقه المعاصر. نشاهد هذه المقاطع في هذا المؤتمر الذي حضره كبار العلماء، على رأسهم معالي البروف الأستاذ الدكتور محمد قرماز رئيس الشؤون الدينية الأسبق، ومعالي العلامة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرداغي رئيس اتحاد المسلمين العام، أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كما حضره أيضا سماحة الشيخ العلامة عصام البشير النائب رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. وكذلك حضره فضيلة الشيخ العلامة المجاهد الدكتور محمد الصغير، وحضره أيضا فضيلة الشيخ نواف تكروري رئيس علماء فلسطين. وكذلك حضره العلامة الرجل الذي نحسبه من أولياء الله عز وجل الشيخ أسامة الرفاعي. كما حضره أيضا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح رئيس مجلس شورى رابطة علماء إريتريا. وكذلك حضره أيضا الدكتور حسن سلمان ولفيف من العلماء والعالمات. نستمع الآن إلى الافتتاحية، افتتاحية المؤتمر، كلمة للدكتور سعد الكبيسي، ثم كلمة للأستاذ الدكتور كامل صلاح صبحي. وله قدم راسخة في الفقه وأصوله، فباب العضوية مفتوح للمتخصصين الراسخين من الأكاديميين والعلماء. الرابطة العالمية للفقهاء منارة علمية وصوت وعي وملتقى الراسخين، تسعى لنهضة أمة وتحمل رسالة الهدى للعالمين. شكرا جزيلا. بعد هذا التقديم التعريفي للرابطة العالمية للفقهاء، نكون الآن مع فضيلة رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور كامل صبحي صلاح، وهو المؤسس والرئيس للرابطة العالمية للفقهاء، وأستاذ أصول الفقه وأستاذ الفقه وأصوله، وأستاذ الدراسات العليا، وصاحب المؤلفات الكثيرة النافعة. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والفعاليات والمحافل الدولية، وبذل جهدا استثنائيا في رفع مكانة الرابطة العالمية للفقهاء وصدارتها، ومن ذلك عقد هذا المؤتمر الثالث، الاجتهاد الفقهي المعاصر، الضوابط والمنهجية والآثار. نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه ومن معه، فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب السماحة والمعالي والفضيلة والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم وبجميع المشاركين والحاضرين في هذا المؤتمر الفقهي الدولي الثالث،
تحت عنوان الاجتهاد الفقهي المعاصر، الضوابط والمنهجية والآثار، والذي تقيمه الرابطة العالمية للفقهاء ورابطة علماء إتريا في اسطنبول بالتعاون والتشارك مع عدة مؤسسات علمية دعوية. وبداية نشكر الله تبارك وتعالى على إقامة هذا المؤتمر العلمي النافع، ونتوجه يعني منعكفين في مكتباتهم وفي مساجدهم يؤلفون ويكتبون، في حين أن العامة بحاجة ماسة جدا إلى من يذكرهم بالله ويختلط معهم ويأمرهم بالمعروف. نحن نريد اليوم الفقيه الرباني الذي ينزل السوق فيبيع ويشتري بما يرضي الله سبحانه وتعالى. نريد الفقيه الرباني الذي يكون مديرا لشركات تجارية استثمارية، فيرى التاجر الأوروبي والتاجر الغربي الأمريكي هذا الفقيه الذي تعلم الفقه بأدلته الشرعية يجده فعلا يطبق ما تعلمه. الحقيقة نحن بحاجة ماسة إلى هذا، فإن هذا هو بالفعل الذي له الأثر الكبير. أما المعلومة اليوم نجدها ولله الحمد والمنة بكل سواء، ولعل هذا يكون حجة على هذه الأمة وعلى هذا العصر. أسأل الله تعالى أن يقيد لهذه الأمة علماء ربانيين لا يخشون في الله لومة لائم، والله يحفظكم ويرعاكم، وصلى اللهم وسلم. كلمة الأستاذ الدكتور محمد برماز، وهي كلمة مفيدة وطيبة في 25 دقيقة، سنأخذ منها مقتطفات في دقيقة أو دقيقتين. أو الدكتور علي القرداغي أو عصام البشير. وهو الأصح بدل المنهج حتى يتميز، يقوم على هاتين القضيتين: الوحي الصحيح والعقل المستقيم في جميع الأمور بدون استثناء. ليس هناك شيء يخرج عن دائرة الوحي. استخراج الإبداعات والعلوم وتعمير الكون لا بد من أن يكون العقل مستضيئا بالوحي. ووصولنا إلى الله سبحانه وتعالى وإدراكنا للكليات والجزئيات وكل شيء نحتاج فيه إلى العقل. حتى إن قضية الاجتهاد مع النص المقصود به في معارضة النص. أما الاجتهاد في النص أي إذا كان النص ظنيا فباب الاجتهاد والعقل واسع، وإذا كان النص قطعي الثبوت والدلالة فالاجتهاد أيضا لا ينقطع. الاجتهاد يبقى في التنزيل وفي الشروط وفي الأركان كما فعله. إذن هذان الأمران الوحي والعقل متلازمان، يكمل أحدهما الآخر. الذي أنزله الله والذي أكرم الله سبحانه وتعالى بخلقه في الإنسان لتحقيق منهاج واضح جدا، وهو مختلف تماما عن جميع المناهج في الدنيا، لأن المناهج في الدنيا إما دنيوية أو أخروية أو خرافية. أما الجمع بين الدنيا والآخرة وبين السمع والعقل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لو كنا نسمع أو نعقل، هذا لا يوجد هذا المنهاج إلا في هذا الإسلام. ولذلك بناء على وحدان واستيفاء معرفة الواقع بكل إشكالياته وتضاريسه، والمعرفة كذلك بالنصوص الشرعية ومقاصدها ومآلاتها وموازناتها، والمعرفة باجتهاد الأقدمين، وكذلك برعاية ما انتهى إليه الفقه المعاصر من إشكالات. هذه مسألة تصيب الاجتهاد الفقهي المعاصر في صميم رسالته
التي نعاصرها. ولذلك نتمنى ونرجو أن يكون في مثل هذه المبادرات المباركة التي تقوم عليها رابطة الفقهاء العالمية، ومثل هذه الشراكة مع رابطة علماء أريتريا، ومع هذا الحضور الأنيق من أهل العلم والفضل، أن نؤسس لمنهجية اجتهادية ترتبط بأصلنا وتتصل بعصرنا، تقدم اجتهادا عميقا صحيحا في ظل رعاية الثوابت، وفي ظل إدراك المتغيرات، وفي ظل تقديم البدائل لما نعانيه، لا سيما أننا في عصر تقاربت فيه الخطى وتنوعت فيه التحديات، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكذلك علم الفضاء، الجينات، التكنولوجيا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك العلامة الشيخ علي القرداغي رئيس اتحاد العالم لعلماء المسلمين، وكذلك العلامة الشيخ عصام البشير نائب رئيس اتحاد العالم لعلماء المسلمين. وكما أخبرتكم هناك أيضا كلمات أخرى مجموعة من المشايخ. وعلى هامش هذا المؤتمر أقيم فيه ندوة عن التكوين الفقهي والاجتهادي، وتحدث فيها أهل الفضل والعلم عن شروط الفقيه المجتهد وماذا كان ينبغي عليه، وتداخل الناس حول ما يتعلق بشروط المجتهد. بعض الإخوة سألوني ما الجديد الذي قدمه هذا المؤتمر. عادة المؤتمرات لابد لها أن تقدم شيئا جديدا، ولكن تبقى الأصول ثابتة، وتبقى البحوث أيضا يعني موجودة مسبقا، ولكن الباحث يجدد الطرح ويجدد بعض الزيادات في المعلومة، فليس كله شديد لأن جديد، وإنما هو يعني مناقشة للمستجدات الموجودة حاليا وإيجاد الحلول الشرعية لها. فمن الجديد مثلا تحدث العلماء في مسألة أهل الحل والعقد، هل يدخل في أهل الحل والعقد العامة أو لا؟ وكان هذا أيضا طرحا جريئا جديدا. ناقش العلماء هذه القضية، هل عامة الناس يدخلون في أهل الحل والعقد بما يؤهلهم، وتحدثوا عن مصطلح من هو العامي ومن هو العالم ومن هم أهل الحل والعقد. كان نقاشا ثريا، يعني لم يخرج المؤتمر بقرار واضح، لكن هناك من يرى أن من أهل الحل والعقد العامة أيضا لهم دور كبير في ذلك. ومن المسائل الجديدة التي نوقشت كذلك في المؤتمر فيما يتعلق من رؤية ولي الأمر في إيقاف بعض الأعمال الصالحة كالأضاحي، لحوم الأضاحي، كما حدث في المغرب هذه السنة. صدر قرار بعدم يعني قيام الناس بالأضحية نظرا لقلة المواشي، ولأن يصيب فقدان تام للمواشي. فناقش العلماء هذه القضية في المملكة المغربية، ورأوا أن يؤجل أو توقف هذا العام الأضاحي ولا يتم تقديم. هل هذا يجوز شرعا؟ ناقش العلماء أيضا هذا، وبرروا لماذا كان قرار هيئة كبار العلماء في المغرب بجواز ذلك، وبينوا وجهات نظر، وحصل نقاش كبير في هذا. وأمور أخرى أيضا حقيقة مستجدات ناقشها المؤتمر وخرج بتصور. إذا كان الإخوة في الكنترول جاهزين للبيان الختامي الذي قرأه الدكتور نواف العتيبي فليتحفون به، وإلا ممكن أنا أختم. إذن أيضا كذلك فيما يتعلق
ما يتعلق بالندوة الأخرى التي كانت بعنوان قضايا دور العلماء في قضايا الأمة. دور العلماء في قضايا الأمة. تحدث العلماء في هذه القضية أيضا بكل إسهاب، وخاصة معالي الوزير السابق الدكتور الحبيب الشوباني، حيث تحدث عن المسألة اليهودية وتعمق في ذلك، وذكر أن المسألة اليهودية هي مشكلة أثارها الغرب، ووضعوا هذه المشكلة في قلب مناطق المسلمين من أجل أن يوجدوا عدم الاستقرار للمسلمين. كانت الندوة حقيقة أيضا ثرية وقوية، شارك فيها الحاضرين والحاضرات بمسجات. أنا أدعو الإخوة الكرام للدخول في موقع رابطة علماء إريتريا والاستفادة من هذه البحوث، وإن شاء الله إن شاء الله سيتم طباعة هذه البحوث في مجلد ضخم إن شاء الله، أو في مجلدين حتى تعم الفائدة ويكون لهذا المؤتمر. من الأمور التي نوقشت أيضا في هذا المؤتمر بما يتعلق الأوقاف ودورها في دعم العالم المجتهد. اليوم العالم الحقيقة بحاجة ماسة إلى أوقاف خاصة به، أوقاف خاصة بالعالم. هناك أوقاف موجودة بالفعل تدعم العمل الخيري من بناء مساجد وحفر الآبار وكفالة الأرامل والأيتام، وهناك أيضا أوقاف تدعم العلم بشكل عام. لكن حسب علمي القاصر ليس هناك يعني أوقاف خاصة بالعلماء، أوقاف خاصة بالعلماء تقوم برعايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم، وتقوم بالدفاع عنهم، وتقوم لهم يعني المحاميين والقانونيين وما إلى ذلك، خاصة العالم الرباني الذي يبتلى من أجل دينه، من أجل كلمة الحق يبتلى. هذا العالم ينبغي أن حقيقة تكون له أوقاف خاصة. الطرح الجديد الذي تم طرحه في هذا أن تقوم الأوقاف بتمليك العالم ملكا شرعيا لحصص من الأوقاف، بحيث يمتلكها هو وورثته من بعده، فيكون هذا دعما له وتشجيعا ليقوم بواجب العلم والتعليم، على أن لا تتدخل الأوقاف ولا الجهات الرسمية في اجتهاداته وفي أقواله وفي أموره. أثار هذا الموضوع جدلا كبيرا في داخل المؤتمر، ولكن كان أيضا طرحا جديدا لمسير الأوقاف. طبعا البحث الذي قدم في هذا يعني استعرض الأوقاف منذ تاريخ ولادة الإسلام إلى عصرنا الحاضر، حيث كان أول وقف للإسلام قيل هو وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي حصل عليه من غنائم خيبر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن حبس الأصل، أن نعم، وأن ثبت الأصل وسبل المنفعة، ثبت الأصل وثبت المنفعة ووسع المنفعة وسبل المنفعة. وكان أيضا من أوائل الأوقاف التي قدمت في هذا العصر، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أوقاف من خيريق. من خيريق هي اليهود قدم 7 أحواط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي عليه السلام يستفيد من هذه الأوقاف بعد أن أصيب مخيريق خير يهود في غزوة أحد. وكذلك أيضا من الأوقاف الطيبة التي حقيقة كانت في بداية الإسلام وقف عثمان بن عفان لبئر روما، وقف عثمان بن عفان لبئر روما. واستمرت الأوقاف تدعم العلماء إلى عصرنا الحاضر. من العلماء الذين استفادوا من هذه الأوقاف الإمام مالك رحمه الله تعالى، والإمام سفيان الثوري، وكذلك الإمام أيضا الشافعي، وكذلك الإمام النووي وابن تيمية وابن حجر الهيثمي وابن جماعة وابن خلدون وغيرهم، حتى إلى عصرنا هذا الشيخ شلتوت، وأظن أيضا جاد الحق،
وغيرهم استفادوا من أوقاف الأزهر الشريف. وفي عامنا هذا، في يومنا هذا أو في عصرنا هذا، أسست الدول مراكز الأوقاف أو وزارات خاصة للأوقاف، وأصبحت هذه الأوقاف لديها نظم ولوائح خاصة ترعى أموال المسلمين. غير أن هذه الأوقاف بسبب انضمامها لأنظمة الدول والحكام أصبحت الحقيقة الاستفادة منها محدود أو مشروط، فدعا المؤتمر إلى وجود أوقاف حرة تدعم العالم، مع طبعا اعتبارها واحترامها للقوانين والنظم، لكن تكون بعيدا عن أيادي الحكام وغيرهم. كان هذا حقيقة من أبرز ما نوقش في ذلك. وإذا كان البيان الختامي جاهز نستمع للبيان الختامي ونختم إن شاء الله حلقتنا اليوم. طيب إذا نستمع إلى دعوة الشيخ محمد عبد الكريم وبعد ذلك نختم إن شاء الله. اغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي قلوبنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعلنا نورا. اللهم ارزقنا من النور ما تهدينا به في كل الأمور يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الفقه في دينك، اللهم ارزقنا الفقه في دينك، اللهم اجعلنا من أهل الفقه في دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يعلمون، اللهم اجعلنا من الذين يتقون، اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة. اللهم اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، وباطننا خيرا من ظاهرنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم رب المستضعفين يا ناصر المظلومين، اللهم كن لإخواننا في غزة وجينين وفلسطين، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اجعل لهم مأوى، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك تجمع بها شملهم وتلم بها شعثهم وتصرف بها عنهم كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن ينصرهم ولا تجعلنا ممن يخذلهم، اللهم اجعلنا ممن ينصرهم ولا تجعلنا ممن يخذلهم. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا تجعلنا مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللهم اهدنا واهد بنا، وانصرنا وانصر بنا،
اللهم لا تستبدل بنا قوما غيرنا فإنا نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عليك بالمجرمين المعتدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم وبحلفائهم، اللهم خالف بين وجوههم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك، اللهم وانصر عبادك المسلمين في أوطانهم، اللهم انصرنا في السودان على القوم الظالمين الباغين، اللهم انصرنا عليهم نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين، اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم احقن دماء إخواننا في اليمن وفي ليبيا وفي العراق وفي سوريا، اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم وبدلهم من بعد خوفهم أمنا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في تركستان الشرقية وفي بورما وفي كشمير وكل إخواننا المسلمين في إريتريا، اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم فرج عن العلماء والدعاة والصالحين، اللهم فك أسرهم، اللهم أخرجهم من سجون الظالمين سالمين آمنين، اللهم أخرجهم سالمين آمنين يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالباغين الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنزل على هذا الجمع رحمة من عندك، اللهم أنزل على هذا الجمع رحمة من عندك، اللهم بارك فيما قيل وفيما ذكر من العلم، اللهم انفع به المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. نعم، كان هذا دعاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم الأمين العام لرابطة علماء المسلمين. هكذا ختم الحفل أو ختم المؤتمر بهذه الدعوات الطيبات المباركات. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا المؤتمر عباده وأن ينصر به دينه وأن يرفع به كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا، فسيل الضيم